السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. في الفيديو ده ان شاء الله جايب لك 3 مواقع، وركز جدا على رقم 3 ده لان رقم 3 ده ما بيتكررش كتير في القناة. خلي بالك من خلال ال3 مواقع دول هتقدر تزود اعداد لحسابك الرسمي على انستجرام. في موقعين من ضمنهم بدون اكونت وهمي او بدون تسجيل، والموقع الثالث بتقدر تسجل بحساب وهمي. طبعا ده اختياري وليس اجباري، ولحفاظا على الشروحات اللي بتؤخذ من القناة. كل ما الفيديو ينزل بعدها ممكن بثلاث ساعات تلاقي قناة تانية ازيكم يا شباب عاملين ايه وخشي. على كل اذكر المصدر علشان انا ممكن اعمل كده واسمعك انا جايب الشرح منين، لان فعلا انا بتعب جدا لما بجيب شرح زي دوت وببدأ ان انا اسمع وترجم. علي يا ابن الصوت يا ابني. फ्री इंस्टाग्राम फॉलोअर्स तो अब आपको क्या करना है। ولا انا فاهم ولا انت فاهم، يعني انت فاهم. حابب اشكر الناس الجميله اللي بتدعمني في الفيديوهات، ودي من احدى الكومنتات الاقليه جدا من مئات التعليقات اللي بتجيلي على القناه، وخصوصا الفيديو الاخير. بشكركم جدا، ليكم كل الاحترام والتقدير من اول كومنت لحد اخر كومنت بيتكتب في اللحظه اللي انا بصور فيها دي. بجد بجد بكون مبسوط جدا من اعداد الكومنتات اللي بتجيلي، وبقراها كلها وبتفاعل معاها. اتمنى المحتوى ينال اعجابكم وفي تقدم مع بعض ان شاء الله بدون الاطاله، لان فعلا مش عايز اطول عليك في فيديو النهارده بالذات، لانه في كم كبير جدا من المعلومات، ولازم ان انت تشوف الفيديو من اول دقيقه لاخر دقيقه علشان تتحصل على كل المعلومات اللي بتكلم فيها. لو حضرتك عندك بيزنس اونلاين على الفيسبوك او الانستجرام وعندك اعداد الصفحه قليله، يعني عندك ثقه العملاء ضعيفه جدا، مش عارف ان انت تاخد ثقه من العميل اللي بيشتري منك او حتى الشخص اللي بيتابعك، فهرشح لك شركه تشتري من خلالها عدد متابعين مصريين وعرب، وكمان في للتيك توك. لو حضرتك او حضرتك عندك براند على التيك توك بقى كوكيز براونيز ايا كان البراند بتاعك او البراند بتاعك، نقدر نرفع لك حملات اعلانيه ممنهجه من استهدافنا الخاص. زي كده وصفه KFC في الدجاج، احنا عندنا بقى وصفه سريه للاستهداف. شوف الفيديو ده كده وظبط الكلام عشان نخلصه ونخش على الشرح على طول. ايه اللي يميز شركتنا اللي هي شركه مستر فاست عن اي مكان تاني او اي شخص تاني بيشتغل نفس المهنه دي؟ اولا ان احنا من المزودين الاساسيين اللي بنسحب من نفسنا، مفيش حد تاني مثلا بنروح له ناخد منه الخدمه. ولو صفحتك بالشكل ده نقدر نخليها بالشكل ده. بالنسبه للانستجرام برضو بنستلم صفحتك كده بنديها لك كده، ده على حسب برضو رؤيتك، انت حابب تاخد عرض كبير او عرض على قدك. اتشرف جدا جدا بالتواصل مع خدمه العملاء الخاصه بالشركه دي، وهي شركه مستر فاست، من خلال الرقم اللي قدامك على الشاشه ده. ولو كان بيصعب عليك نقل الرقم من على الشاشه هسيب لك رابط اللي هو قدامك ده، برضو هتلاقيني حاطته لك في اول تعليق مثبت. والرابط ده يا شباب بتضغطوا عليه بيوديكم مباشره على المحادثه للتواصل مع خدمه العملاء، البنت او الشاب الموجود على حسب الموجود اللي بيردوا عليك. طبعا انا قلت لك كل حاجه قادر اقولها لك. خلينا بقى نخش في فيديو النهارده عشان ما اطولش عليك اكتر من كده. خلينا نقول بسم الله. اولا كده هتضغط على الرابط الاول وهو رابط الموقع الاولاني. طبعا رابط الاول يعني رابط موقع اول، انا مش محتاجين فقاقه يعني. تمام. اولا ده الاكونت اللي انا هجرب عليه، ده التجربه اللي جت من خلال الموقع. بس خليني اديك الموقع اللي انا اصلا جربت من خلاله. والمتابعين بتجيلك بالشكل ده، ناس حقيقيه. الاشكال بتاعت الحسابات هي اشكال ناس فعلا مستخدمه للحسابات دي وبتنزل صورها يوميا. وده الموقع زي ما انت شايف كده. هدخل على الموقع بالشكل ده، هو اسمه بلينت سوشيال. تمام. هتضغط على الرابط لان مفيش روابط. حتى الموقع ده نفسه لو شرحته لو معذره لو بحثت عنه مش هيجيب لك التجربه المجانيه. اوكي. فبتختار انك عايز 10 متابعين وبتضغط على كلمه اوردر ناو علشان تعمل اوردر جديد من خلال الموقع. تمام. بعد كده بيقول لك انستجرام يوزر نيم اللي هو اسم المستخدم الخاص بحسابك على انستجرام. وبعد كده بيقول لك انه عايز جيميل لو سمحت، يعني ان انت تديله جيميل. اديله جيميل من وحي خيالك، وابدا ان انت طبعا انسخ اسم المستخدم. وبعد كده روح زي ما قلت لك اديله جيميل من وحي خيالك ايا كان بقى الجيميل بتاعك. اكتب اي كلام @gmail.com. وبعد كده بتبدا تضغط على باي كلينك النكست يو اجري. وبعد كده تضغط على اللي هي بليس اوردر. بعد بليس اوردر بيجيب لك الواجهه دي كده وبيقول لك ان انت خلاص يا باشا استخدمت الطريقه، لو سمحت اقعد غدا علشان تقدر تستخدمها مره تانية. طبعا انا جربتها قدام حضرتك داخل الفيديو. وطبعا انت كل يوم بعد الساعه 12 مساء تقدر ان انت تستخدم نفس الطريقه دي. تعال بقى نخش في الموقع التاني وهو موقع اسمه انس فري. اوكي. طبعا بتخش على الخدمات بتلاقي اعجابات، بتلاقي مشاهدات، بتلاقي متابعين على الانستجرام. كل اللي انا بتكلم عنه النهارده هو خاص بمنصه واحده وهي منصه الانستجرام. هنختار مثلا المتابعين. انا هشرح لك الموقع ده بشكل صوري او بشكل نظري شويه، علشان الموقع ده حصل لي فيه مشكله انه بيبعت لك المفروض اللي هي علامه انا لست برنامج روبوت، وانا الموبايل بتاعي فيه مشكله. الموبايل ده بيعلق بيهنج.
فخليك معايا علشان اوضح لك النقطه اللي انت تركز فيها. انت هنا بتحط له اسم المستخدم المراد الزياده اليه ويكون الحساب على العام، وبعد كده بتستنى. هنا بيقول لك بليز ويت بعد ما تضغط على كلمه سند فولور. المفروض بعد كلمه سند فولورز دي وبعد الخمس ثواني يجيب لك واجهه في النص يقول لك انه لازم تاكد انك غير روبوت او انك انسان، فبتبدا تاكدها. دي ما جاتليش. ليه ما جاتليش؟ انا عندي مشكله في الموبايل بتاعي. فجرب الموقع ده، انا حاطه استثنائي علشان تزود متابعين. جا معاك ونفع كان بها، ما جاش معاك خلاص خش على الموقع التالت معايا وركز معايا جدا 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 في الطريقه دي بالذات، لانك انت تاني مره اشرح الموقع ده. ركز على الدومين اللي فوق اللي هو tekibfun.net. tekibfun.net ده غير الدومينات اللي انا بجيبها. يعني مثلا انا جبت لك موقع بدايه ان انا اشرحه، ده غيره بس هو شكل الواجهه بتاعته نفس اللي هو ايه اللي انا شرحته. اوكي طيب ازاي نعمل حساب وهمي؟ علشان ناس كتير جدا جدا سألتني على النقطة دي. هتخش على القناة بكل سهولة وبكل بساطة، وهنا زي ما انت شايف كده 62,000 مشاهدة من 4 شهور. انا معلمه بالنقطة دي. شوف الفيديو اعمل حساب. انا سبقتك وعملت حساب وهمي، هبدأ ان انا احطه في المكان ده كده. بعد يا باشا ما احطه ابدأ ان انا اضغط على تسجيل الدخول. يبقى انا كده اولا جبت لك موقع، جبت لك التاني، جبت لك التالت، وسجلنا في التالت ووريتك ازاي تعمل حساب وهمي. اولا بقى ركز معايا في التركايه دي علشان وانت بتزود ما تزودش عدد قليل، تزود عدد كبير شويه. انا مثلا عايز ازود لايك للصوره دي، اللايكات خليها بحذر، ممكن تزود 2 ممكن تزود 1. خليك معايا كده. هبدأ احط اللينك في المكان ده واضغط على البحث عن المشاركة، وبعد كده هنتظر. جاي هنا بيقولك ان انت عايز كام نقطة، هتقول له هنا انا مثلا عايز 10، عايز نقطة واحدة، اللي انت عايزه قدمه. بس انت هنا ممكن تكتب له 1 هيبعت لك لايك 1 بس. ممكن تكتب له 5 يبعت لك 5 لايكات. ما تكتبش 10 لان ال10 بتسحب نقاط كتير. تاني انت هنا اهو بعت لك عدد اللايكات. لو دخلنا على الشخص اللي عمل اللايك هنلاقي ان الشخص ده حقيقي، حاطط صورة، حاطط على الاقل بايو، فيعني الموضوع منتهي. تمام. ده بالنسبة لللايك. عيد مرة تانية تبدأ ان انت تخش تعمل نفس الموضوع، ابدأ التقديم هيبعت لك 1 تاني وهكذا. ليه؟ لان المواقع دي لما بتيجي تبعت ال50 كريدت كلهم بالذكاء الاصطناعي كده ممكن يديك 5 لايكات، انما لما هتعمل الموضوع ده ممكن يديك لحد 30 لايك او حتى 35 لايك. فاهمني؟ زي ما انت شايف كده الحساب اللي عامل لايك ده اللي هو الحساب التاني. طبعا في زي ما انت شايف كده محتوى شخص حقيقي بالفعل بيقدم محتوى. تمام. بالنسبه لللايك، بالنسبه للفولو بقى هتخش هنا تحط اسم المستخدم المراد الزياده اليه، وهنطبق نفس الاستراتيجيه ونفس المنطق على اللي هو بتاعه الفولو. طب ازاي؟ هنا عندك 15 ما تغيرهاش، يعني ما تكتبش حاجه تانية، اضغط على يبدأ. بعد كلمة يبدأ انت بتنتظر الوقت ده داخل الموقع، ما تخرجش ال 114 ثانية كلهم او ال 115 ثانية كلهم، ما تخرجش من الموقع، خليك زي ما انت. اوكي. وبعد الانتظار هنا بيقولك انك معاك 108 ثانية، بقى معاك 100 بس. ولو عملت كده بس هتلاقي انه العدد بدأ يزيد عندك. يعني انت مثلا لما بتيجي تزود المتابعين بيقول لك هنا ان انت العدد بدأ يزيد. بس القصه دي كل شويه تنزل. طيب وبعد كده بيقول لك ان انت معاك 93 ثانيه اللي انت تزود فيهم عدد المتابعين. تنتظر بقى كده اللي هو الثانيه واحده دي، وبعدين يقول لك اكتمل التقديم. حدث الصفحه، مش هتلاقي ان حاجه اتنقصت معاك. يعني زي ما انت شايف كده كل حاجه زي ما هي، النقاط زي ما هي، الكريدت زي ما هي، اللايك اللي انت زودته زي ما هو. ده في اول مره، تاني مره بيخصم. تمام. فركز جدا ان انت تجرب الطريقه دي. هتروح بقى على الانستجرام وتحدث تحديث للصفحه كده. المفروض ان احنا في فيديو النهارده لو ما طلعتش ب50 متابع انت بجد ما تتفرجش عليا تاني. يعني لازم تطلع ب50 متابع على الاقل من 3 المواقع اللي انا جايبهم لك النهارده. موقع الاول هيديك من 10 ل 15، والتاني نفس الوضع، والتالت ممكن يديك من 20 ل 30 متابع. تمام. زي ما انت شايف كده هنطبق نفس العمليه بنفس العدد بنفس كلمه يبدأ بنفس الانتظار بنفس الاكونت بنفس كل الكلام، وبننتظر. هنا بيقولك الوقت متبقي 2 ثانيه. خش تاني على حساب الانستجرام. طبعا انت هنا عملت الاستراتيجيه اللي قلت لك عليها. هنا هو برضو نقص معاك ده تاني مره. انت بعد ما عملت الاستراتيجيه اللي انا قلت لك عليها هتحدث الصفحه كده، هتلاقي ان الاعداد بتزيد معاك. وفي نفس الوقت انا جايب لك النهارده 3 مواقع مش موقع واحد. اول 2 بدون اكونت وهمي، وتالت 1 اللي هو باكونت وهمي اللي احنا عارفينه وبنبدا ان احنا نشرح عنه اسبوعيا. في نفس الوقت برضو هو موقع مختلف عن المواقع التانية. تمام. ده كان كل حاجه في فيديو النهارده. زي ما انت شايف كده تحديثا للصفحه كمان بقى 40، وبرده كرر العمليه دي مره و2 و10 علشان تقدر تستفيد من المواقع اللي انا جايبها النهارده، تجربها على الاقل يوميا كل يوم بعد الساعه 12.
هتلاقي ان العدد بيزيد معاك، وفي نفس الوقت برضو الوضع سهل وبسيط، مش محتاج اصلا شرح تاني. الموضوع مش مكلف، هو مجاني بنسبه 100% زي ما احنا عارفين، بس انت لازم تداوم على الطريقه. تمام اهو، بس كده تبدا ان انت تستخدم تالت مره، ودي تالت مره معلش، عشان بس انا بحاول ان انا اوصل لك المعلومه كافيه. وهو بدا ان هو يقول لك الوقت المتبقي او التقدم بقى معانا 55 متابع. داخلين بالاكونت كام؟ والله الاكونت كان 0 متابع، زي ما انت شايف بقى 55. على فكره انت لو داومت على الطرق دي هتقدر ان انت تزود اعداد متابعين مهوله من خلال الثلاث مواقع اللي انا جايبهم لك النهارده. اول موقع بدون حساب وهمي، تاني موقع بدون حساب وهمي، تالت موقع بحساب وهمي، ولكن الموضوع مختلف تماما. فانا عايزك تشوف الفيديو علشان تستفيد. موقع بيديك متابعين، موقع بيديك مشاهدات، موقع بيديك لايكات، بدون حساب وهمي وبحساب وهمي. يعني انت عايز اكتر من كده؟ كل ده مجانا يا باشا. بس كده، ده كان كل حاجه في فيديو النهارده. اتمنى لك التوفيق والنجاح باذن الله في الطرق بتاعت النهارده والطرق القادمه. وشكرا جدا على المشاهده والاهتمام والدعم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.